قبل ما ابدا الفيديو انا عاوز اعرفكم اني مدلعكم على الاخر اهو، ولكن انتم فضلتوا تقولوا لي لو نزلت لنا كتير هتشوف دعم وشيرات واشتراكات، ولكن انا مش لاقي اي حاجه. ده حتى الفيديو اللي فات طلبت منكم توصلونا 40000 لايك وبرضه ما وصلتوناش للهدف بتاعنا، ومش عارف انا جيت برستيج نام ولا ايه اللي حصل له. وعلشان كده عاوزك عزيزي الجندي المستجد انك تولع الاداء، مش بس تشترك في القناه ولا تحط لايك وتعليق وكل الكلام ده، كل ده خلاص كلام في الفاضي انت بتعمله اصلا من غير ما اقول لك. انا عاوزك دلوقتي تشير القناه وسط اصحابك وتستنى المفاجاه الجامده اللي بعملها لك. حرفيا هنزل لك فيديو هيظبط لك مودك. فاكرين ايام الخطايا السبعه؟ الايام ديت راجعه من جديد ولكن بشكل مختلف، شكلها يخليك تولع من الحماس. وده مش علشان احنا بقينا جامدين اكتر ولا حاجه، لا ده علشان زي ما قلت لكم قبل كده ورانا ناس زي الفل بتدعمنا. جاهزين بقى يا وحوش؟ طب يلا بينا نبدا الحكايه. في واحدة من الليالي اللي منورة بقمر كامل ونور ساحر بنبدأ الحكاية. بنروح على عرين تنين من أقوى التنانين اللي عاشوا في الزمن الغابر، واللي دلوقتي سيف مغروس في صدره بفعل واحد من أبطال البشر. الغريب بقى إن التنين مش بيقاوم، مربوط بسلاسل وساكن كأنه مستسلم لمصيره. بياخد نفس عميق وبيقول أنا عمري ما أذيت البشر، بالعكس كنت ساعات حالفهم وبساعدهم ومش عارف إيه السبب اللي ممكن يخليهم يقتلوني. بيبص بعدها للبطل اللي قدامه كده وبيقول له أنا مش بلومك، يمكن في أسباب بتفيد اختياراتك، اعمل اللي انت عاوزه. وفجأة السلاسل اللي عليه بتتكسر كلها. بيبص للقمر اللي فوقه كأنه بيودعه، بيرفع ايده كأنه عايز يلمسه، وبعدها بيبدأ جسمه كله يتفتت. بيكون اخر كلامه يمكن ديت نهاية غريبة لتنين عاش من العصر الغابر، بس ما فيش مشكلة. وبتبدأ روحه تغرق في السواد للأبد. ولكن فجأة نور بيظهر وسط الضلمة. بيبدأ يسمع أصوات غريبة عليه. قدامه أب وأم بيبصوا بحنان، بيندهوله باسمه الجديد عامل ايه يا دولان. ومن اللحظة ديت بتبدأ حياته التانية. سنين بتعدي وبنشوف دولان وهو واقف، وبتيجي بنت صغيرة اسمها ليلي تنادي عليه يلا يا دولان احنا اتأخرنا. وبنعرف وقتها ان دولان عنده 16 سنة، عايش في قرية صغيرة على حدود مملكة أركست، والقرية ديت اسمها فيرون. وبما انه وصل للسن ده ساب بيت عيلته وابتدى يعيش لوحده ويصرف على نفسه بشغل اليومي في الزراعة. في يوم جديد بقى بنلاقيه عند النهر بيصطاد، واخوه جنبه بيسأله سمعت انك رايح تحقق في موضوع المستنقع بكرة. فبيرد عليه وبيقول له ايوه، عدى شهر على اختفاء شعب السحالي اللي كان عايش هناك وانا رايح علشان اعرف السبب. فبيقول له اخوه ان ديت مهمة الجنود، فليه هو اللي يروح بدلهم؟ فبيرد عليه وبيقول له ان القائد مشغول بحماية القرية هو والجنود. وبعد ما بيخلص صيد بيمشي، وفي طريقه بيقابل اصحابه مالي والبرت. بيسالوه مش المفروض تتجهز لبكره؟ فيرد انا مجهز حالي من كذا يوم. وبيشكرهم انهم اقنعوا كبير القرية ان هو يخرج. بيرجع بعدها البيت وبيقول ان المنطقة حوالين القرية مليانة وحوش وقطاع طرق، بس الجنود عددهم قليل، علشان كده انا هروح بنفسي. بتيجي ليلي بقى وبتفكروا ان دلوقتي وقت التدريب اللي هم متفقين عليه. فبيروح يدربها على السحر وبيجهز تعويذته، وبيطلق سهم سحري بيكسر الهدف اللي قدامه. بتقول له جدة ليلي زي ما انت مميز في السحر الهجومي لازم تهتم شويه بالادويه السحريه، وده لانه اضعف حاجه عندك. بيعدي اليوم وبيجي وقت الغروب، ورئيس القريه بيجي ومعاه بنت شعرها ابيض باين عليها فارسه اسمها كريستينا، وهي شابه من عيله نبيله وشكلها كده هتعيش معاهم شويه في القريه. بيتعرف دولان عليها وبيسلموا على بعض، وبعد ما بتمشي بيحس دولان انها قويه جدا. بيرجع بعدها بيت عيلته واخوه الصغير بيستقبله وبيجهزوا الاكل. بيقعدوا كلهم ياكلوا مع بعض، والام بتساله عن رحلته بكره وبتبقى يعني قلقانه عليه، بس هو بيطمنها. تاني يوم الصبح بقى دولان كان واقف عند بوابه القريه وكل اصحابه واقفين بيودعوه. بتيجي جده ليلي بقى وتحذره ان التوقعات بتقول ان في خطر كبير مستنيك، فخلي بالك يا دولان. فبيبتسم الواد وبيقول لها ما تقلقيش، هاخد بالي من اللي انت قلتي لي عليه. وبيبدا يتحرك، ولما بيوصل المستنقع بيلاقيه فاضي تماما، وبيمد ايده على الميه. بيبدا يستخدم قدره كده علشان يستكشفها، وبيكتشف ان قوه الارض في المكان عاليه جدا وطاقه الميه قليله، وده هو سبب هروب السحالي. وفجاه بقى بيسمع صوت ورا الشجر وبيجهز سلاحه متوقع يظهر له وحش قوي، ولكن اللي بيظهر بتكون بنت، ولكن نصها اللي تحت كنديل تعبان. بتكلمه وتساله اذا كان غبي علشان يجي المكان ده لوحده. فبيعرف وقتها ان ديت من مخلوقات اللمية، وبيستغرب وجودها في المكان هنا. فبتقول له انها مش جايه علشان تقتله. بس قبل ما يكملوا كلام وحش ضخم بيظهر من فوقهم بيهاجمها، ولكن دولان بيتدخل في اخر لحظه وبيقطع ايده وبينقذها. بياخدها ويهربوا. الوحش بيجري وراهم ولكن بيقدروا يستخبوا. دولان بقى بيشرح لها ان ده وحش ارضي وهو السبب ان شعب السحالي اللي كان هنا هرب. بيعرفها بنفسه وبتقول له ان اسمها هو سيلينا، وبيسالها بعدها لو بتعرف تستخدم السحر. فبترد عليه ايوه، بس سحري مش بيأثر على وحوش الارض، لكنها بتفتكر ان في تعويذه نادره ممكن تضر الوحش. فبيقرروا انهم الاثنين يهجموا مع بعض. بيروحوا لمكان الوحش ودولان بيديها الاشاره، وفعلا
وفعلا بيبداوا الهجوم. اول لما الوحش بيشوفهم بيهجم عليهم بكرات من الطين، بس دولان بيقدر يصدها. سيلينا بعدها بتبدا تستدعي افعى عملاقه بتلف الوحش وبتكتفه، ودولان بيهاجمه بالسيف. البنت بقى بتقول التعويذه ديت مش هتستحمل كتير، لازم تتحرك بسرعه. وفعلا الوحش بيحرر نفسه، ووقتها دولان بيتحرك اسرع، بيعزز سيفه بسحر التنين، وبضربه واحده بيقسم الوحش النصين. الوحش بيتحول لوحل وبينتشر في المكان وبيوصل لحد سيلينا، فبتقع على الارض. بيجري عليها دولان علشان يطمن عليها، وبيلاحظ الاحجار اللي وقعت من الوحش. بيجي بالليل بقى وبيقعدوا في كوخ وبيطبخوا اكل، والبنت بتساله اذا كان مش خايف منها، فبيرد انت شكلك مختلف عن اللميه اللي انا اعرفهم، وده لان اللي اعرفهم يا صديقي بيكرهوا البشر وعدوانيين معاهم. وبيسالها هي بتعمل ايه في المكان هنا بعيد عن قريتها، فبتعرفه ان من عادتهم لما البنت يبقى عندها 17 سنه تخرج علشان تدور على شريك ليها، لان كلهم اناث واصلهم لعنه اتزرعت في واحده بشريه واتورثت بعدها، وجسمهم بقى فيه سم، فلازم شريكهم يكون عنده مقاومه للسم ده. وبيكملوا الليله بتاعتهم في الكوخ، وتاني يوم الصبح بيجهزوا للرحيل. سيلينا هتكمل رحلتها ودولان هيرجع لقريته. بيسلموا على بعض، ودولان بيفتكر ان كائنات اللاميه بتحب طاقه الحياه، فبينقل ليها طاقه حياه من طاقته، ولما بتحس بيها بتقع على الارض فجاه. بيقومها وبيفتكر ان طاقه التنين بتاعته قويه جدا عليها، بس بعدها بيودعها وبيقول لها تعالي زورينا في فيرون في يوم من الايام، وفي وقتها اعرفك على عيلتي. وكل واحد فيهم بعدها بيمشي في طريقه. سيلينا بقى كانت ماشيه لوحدها في وسط الطريق، وفجاه قابلت 2 من البشر. بداوا يكلموها بشكل طبيعي في الاول، ولكن اول لما لاحظوا انها من المخلوقات اللاميه بيترعبوا منها وبيهربوا. في نفس الوقت ده في قريه فيرون كان دولان في بيت الجده مغورو، وكان بيشارك في تدريب ليلي على تحضير الجرعات السحريه العلاجيه، لكن واضح ان مستوى دولان في المجال ده مش قد كده. وعلى العكس البنت كانت شاطره جدا وبتنجز كل اللي بتعمله بسرعه. الواد بقى كان بيفكر مع نفسه ان هو اصله تنين، والتنانين يعني مش بيحتاجوا علاج، يمكن علشان كده مش بيعرف يتعامل مع الجرعات ديت ولا عمره احتاجها قبل كده. الجده بقى بتقول له ما تقلقش يا عم، مع الوقت اكيد هتتعلم، وهي كمان هتدربه بنفسها علشان يبقى احسن. بعد شويه بيقعدوا ياكلوا سوا مع عيله ليلي، ولكن قبل الاكل كان عندهم طقس مهم. بيشكروا ام الطبيعه ميرال وبيطلبوا منها البركه، ودول مشركين مالكش دعوه بيهم، وحد الله وصلى لها النبي. بيبان بقى في الوقت ده ان دولان عارف ام الطبيعه ميرال لانها من اصدقائه القدامى. بعد العشاء بيروح لصاحبه البرت علشان يساعده في تدريب الاطفال الصغيرين، وبيعتذر له ان هو اتاخر. الاطفال كانوا فرحانين جدا بوجوده، وكان واضح انهم بيحبوه. بس فجاه دولان حس بحاجه في الشجره، بس فضل ساكت علشان ما يقلقش الباقيين. بالليل بيرجع لوحده لنفس المكان، ولكن الاحساس ده مألوف جدا عليه. وفعلا بيلاقي سيلينا هناك لوحدها في الغابه قاعده كده. بيقعد معاها وبيسالها بتعملي ايه هنا، مش كنت ناويه تكملي رحلتك؟ سيلينا قالت له ان ديت كانت نيتها فعلا، بس كل مره بتقابل بشري بيهربوا منها ومش بتعرف تتواصل معاهم، وان هو كان اول بشر يتعامل معاها من غير خوف، علشان كده رجعت له وبتطلب منه يعني يساعدها. دولان فكر شويه واقترح عليها تعيش معاهم في القريه، وهي استغربت كده في الاول. قالت له ان اكيد الناس هيخافوا منها لانها وحش، ولكن هو بيطمنها وقال لها ان هو عنده خطه. يمكن في البدايه الناس تكون متوتره خصوصا علشان شكلها كلاميا، لكن لو خطته نجحت الناس هتعرف شخصيتها الحقيقيه وهيبداوا يتقبلوها. وفي تاني يوم سكان القريه لو حاجه غريبه، حد اصطاد اسماك من وحوش النهر وسابها لهم ومشى، والموضوع ده اتكرر 3 ايام ورا بعض. وفي نفس الوقت لو اثار على الارض بتدل على وجود لميا. الناس اتجمعوا بداوا يتكلموا عن اللي بيحصل، وقائد الحرس مابل قال انهم لازم يخلصوا عليها في اسرع وقت، لكن واحد منهم قال ان هي حتى لو كانت لوحدها فهي اقوى منهم كلهم، والجنود طبعا قليلين ولازم يطلبوا دعم العاصمه. دولان بقى كان سامع كل الكلام ده من بعيد، واتفاجئ من الفجوه اللي ما بين البشر والوحوش، لكنه كان مؤمن انهم لو عرفوا سيلينا بجد اكيد هيحبوها. في اللحظه ديت ماغرو قالت قدام الكل ان اللميه ديت ما اذتش اي حد، بالعكس ده بتسيب لهم اكل، وده دليل ان نيتها مش عدوانيه، ولازم يفكروا كويس قبل ما ياخدوا قرار ممكن يندموا عليه. بعدين دخلت حفيدتها ليلي وقالت ان نتائج التوقعات ظهرت، وكانت تفسير ان ظهور الافعى علامه للحظ السعيد. دولان بقى لما سمع الكلام ده فرح وراح يبلغ سيلينا انهم جاهزين للمرحله الاخيره من الخطه. اليوم اللي بعده بقى قرر قائد الجنود مابل يعمل دوره تدريبيه للجنود خارج القريه استعدادا لاي هجوم محتمل، وكان دولان موجود في التدريب وكل تركيزه كان على الراهبه ليستيا اللي بتمثل صوت الطبيعه ميرال، وكلمتها هي اللي هتحدد اذا كانت سيلينا تستحق تعيش معاهم ولا لا. الخطة كانت بسيطة، دولان هيعمل نفسه في خطر وسيلينا هتظهر وتنقذه قدام الكل. كانت مستخبية وسط الشجرة ومستنية طبعا الإشارة، ولكن فجأة جندي بيجي يجري وبيقول إن في خطر جاي. في البداية افتكروا إن اللمية ظهرت، ولكن الحقيقة كانت أسوأ. دب مدرع ضخم هو اللي بيهاجمها، وقائد الجنود أمر الكل يتراجع فورا لأن ضربة واحدة منه ممكن تنهي أي حد. بس طفل صغير بيقع على الأرض والدب بيتوجه ليه بسرعة. الطفل ده بقى صديقي كان ابن القائد نفسه. دولان بدأ يجري علشان ينقذ الطفل، وكان ناوي يستخدم طاقة التنين
التنين بتاعته، ولكن قبل ما يوصل سيلين فجأة طلعت دخلت قدام الدب، خدت الضربة بداله. الدب وقف وبصلها، وسيلين بصت له بعينيها المرعبة، قالت له بهدوء كده ارجع للغابة احسن لك. وفعلا الدب بيخاف وبيرجع. الكل اتصدم طبعا ومحدش مصدق اللي شافه. اللمية مش بس انقذت الطفل، لا دي قدرت تسيطر على الدب من غير قتال. دولان بقى جرى علشان يطمن عليها لكنها كانت مصابة. بس فجأة القائد طلع سيفه صرخ فيها تبعد عن ابنه فورا. دولان امر الولد ان هو يرجع، وبعدين قال للقائد ان هو مش المفروض يأذيها بعد اللي حصل. القائد رفض، قال له ان حتى لو هي انقذت ابنه هي لسه وحش وهو مسؤول عن حماية القرية، مش هيسمح بوجود خطر وسطهم. سألها انت اللي كنت بتسيبي الاكل في القرية؟ ردت ايوه انا اللي كنت بعمل كده. قال لها ليه وليه انقذت ابني ودولان؟ ردت وهي قاعدة على الارض علشان انا مش ناوية اضر حد. ابويا كان بشري وانا نص بشر ونص لمية، وانقذتهم علشان مش عايزة اهلهم يحزنوا عليهم. ولما الكل سمعوها قرروا يستشيروا راهبة الاستياء علشان يعرفوا ايه اللي هيعملوه. فقالت لهم وهي بتعيط ام الطبيعة ميرال قالت ان سيلينا طيبة، عيشوا معاها بسلام. الناس فرحت والاستياء راحت بنفسها ترحب بسيلينا، ولكن فجأة فقدت الوعي من كمية الدم اللي نزفتها. خدوها علشان يعالجوها فورا، وبعد ما فاقت جهزوا لها بيت خاص تعيش فيه. ولما دخلته كانت مبسوطة جدا وشكرت الكل على اللي عملوه. وفي اللحظة ديت دخل دولان وقدم نفسه ليها من جديد كأنهم أول مرة يتقابلوا. سلمت عليه بابتسامة صفرة كده، ومن اللحظة ديت بقت سيلينا رسميا من أهل قرية فيرون. تاني يوم بيجي وسيلينا خلاص اندمجت مع أهل القرية، وفي الوقت ده دولان كان واقف لوحده بيفكر في صديقته ميرال والموقف اللي حصل مع الكاهنة. بالليل بقى دولان كان نايم، بس فجأة روحه بدأت تخرج من جسمه. دي كانت الهيئة النجمية بتاعته، وقال ان هو بقاله كتير ما استخدمهاش. طار لحد فوق في السحاب وكان طاير بهيئة التنين القديمة بتاعته. والمكان اللي وصل له كان حاجة زي مدينة ديزني كده. قابل ميرال هناك، سلم عليها وهي بتقول له انا بقالي فترة كبيرة ما شفتوش. بيشكرها على اللي عملته مع سيلينا، وسألها ازاي عرفت ان انا لسه انا رغم يعني اني بقيت بشري. فقالت له انا حاسة بروحك ومستحيل اغلط فيها. واضافت انها استغربت ان هو طول عمره كان زهقان من حياته كتنين. فرد عليها وقال لها لما سيف البطل دخل صدري حسيت بالفراغ والنهاية، بس لما رجعت بشري وعشت مع الناس عرفت ان حياة البشر رغم عسرها بس ليها طعم وبهجة مختلفة. فميرال فعلا قالت له انها في الفترة الاخيرة حاسة بالنقاء في روحه وفي قلبه، فابتسم لها وشكرها وبعدين ودعها. تاني يوم دولان صحى على صوت سيلينا وهي بتنده عليه علشان يجهز لان عندهم ميعاد زراعة مع كريستينا. بعدين المشهد بينقلنا عند المدينة وبنلاقي الطفل اللي بيوزع الجرايد واقف وبينده بقى على صوته عن تطورات في قضية الستات اللي اختفوا فجأة. نروح للأكاديمية وبنلاقي واحدة داخلة بسرعة على مكتب المديرة ومعاها جواب من كريستينا اللي تعتبر فخر الأكاديمية. بتبدأ المديرة تفتح الجواب، وكريستينا في الجواب بتحكي عن أول ما وصلت قرية فيرون وقد إيه الجو هناك صعب والناس متعودين على القتال والدفاع عن نفسهم، وهي كمان بقت تتدرب معاهم كل يوم. ورغم صعوبة المكان بس الناس هناك كانوا طيبين وتقبلوها بسهولة. بنشوفها بقى وهي بتتحدى نائبة القائد وبتغلبها بسرعة، وده خلى القائد نفسه يعزمها على الغداء. بالليل كريستينا كانت بتتدرب لوحدها، ودولان وسيلينا ظهروا فجأة. سيلينا لاحظت ان كريستينا زعلانة ودعتها تيجي لبيتها. التلاتة قعدوا سوا وابتدت البنت تحكي لهم انها في الاول كانت خايفة ان الناس ما يتقبلوهاش، ولكنهم طلعوا طيبين جدا وهي حبتهم من قلبها. فضلوا يتكلموا عن اهل القرية وان كل واحد هناك شاطر في كل حاجة وكلهم بيحبوا يساعدوا بعض. تاني يوم بقى راحوا على محل عصير السوبيا المشهور في القرية. كريستينا اول لما دقت العصير عجبها جدا، ده ايه السوبيا الجامدة ديت؟ القائد بقى ظهر وقال بكل ثقة انه احسن واحد بيشرب العصير ده، وتحداها تشرب اكتر منه. فالبنت وافقت وابتدى التحدي. كريستينا شربت كمية خرافية لحد لما القائد نفسه وقع على الارض مش قادر يتنفس وهي كسبت. يا بنت اللعيبة، كل ده كانت كريستينا بتكتبه في الجواب، وقالت ان قرية فيرون بقت غالية على قلبها واهلها بقوا زي عيلتها. المديرة بقى كانت فرحانة ان كريستينا لقت مكان تحبه والدنيا تمام التمام. بالليل بقى بيتعمل حفلة في مكان فخم في المدينة، والاخبار بدأت تنتشر ان في لمية ظهرت في قرية فيرون. واحدة راحت للمديرة وسألتها عن اللمية، وبتكون اسمها كيريان، ساحرة شغالة مع الحكومة. قالت ان اللمية ديت خطيرة وممكن تكون السبب في اختفاء الستات. المديرة حاولت تدافع عن سيلينا وقالت انها طيبة، ولكن كيرين كانت مصممة انها ممكن تشكل خطر لازم يتحققوا منها. في اللحظة ديت دخل المفوض المسؤول عن قرية فيرون وقال ان هو يبعت حد لهناك فورا. في نفس الوقت دولان وسيلينا وكريستينا كانوا في الارض بيزرعوا لما جرى عليهم واحد من الحراس وقال لهم في خبر مهم، تعالوا على بوابة القرية فورا. ولما وصلوا لقوا المفوض موجود. بدأ يؤمر الحراس انهم يحاصروا سيلينا. الكاهنة حاولت تدافع عنها وقالت انت كده بتعارض حكمة ميرال. ميرال قالت انها مش شريرة، فرد وقال مش بعترض بس التحقيق ضروري، لازم نتأكد انها مش خطر على الناس. دولان قال له انا اللي جبت سيلينا القرية وبيستأذن ان هو يجي معاه. المفوض وافق وقال له مفيش مانع. كريستينا بقى اتعصبت وقالت مش هسكت، لازم اكلم المديرة، وعملت تعويذة رياح وجرت باقصى سرعتها ناحية المدينة. في العربية سيلينا كانت قاعدة حزينة وقالت لدولان انا السبب،
انا السبب في انك اتحطيت في الموقف ده. فالواد طمنها وقال لها ولا يهمك، انا مش زعلان، كل حاجه هتبقى تمام. في اللحظه ديت كريستينا كانت وصلت لمكتب المديره وبتعرفها انها جايه تتكلم عن المفوض اللي ظهر في قريه فيرون. المديره قالت لها تهدى وتشرب شاي، وبتقول لها ما تقلقيش لانهم مش هيقدروا يأذوا سيلين علشان هي واخده الاذن من ميرال، وان المفوض اصلا ملوش قرار في الموضوع ده كله من كلام كيرين الساحره اللي في الحكومه، وانها شك ان سيلين ورا حالات الاختطاف، ورغم انهم متاكدين انها بريئه بس من كتر كلام كريم ممكن الناس تصدق الشائعات. في نفس الوقت ده في العربيه سيلينا ودولان كانوا نايمين لحد لما دخل عليهم واحد من الحراس بيصحيهم، بيقول لهم ان المفوض عاوزهم بره. خدهم الحارس وبداوا يتحركوا جوه الغابه، وهناك لقوا جوده مستنيهم وبدا يكلمهم بس الصوت مش واضح كاننا مش سامعينه، واللي باين بس هو نظرات الصدمه اللي ظهرت على وشوشهم. نرجع لكريستينا اللي كانت واقفه مع المديره وهي مصدومه من كلام كيرين اللي اتقال عن سيلين، وازاي الشكوك ممكن تتوجه ليها، لكن المديره قالت لها ان دي قوه نفوذ كيرين، نفوذها كبير للاسف وتقدر توصل للناس بالطريقه ديت. والمديره بعدها بتقول في نفسها ان دي مش الحاجه الوحيده اللي شاغله بالها دلوقتي. نرجع تاني للغابه ودولان وسيلينا بيقابلوا كيرين وبترحب بيهم وبتسالهم عن وجود دولان، فبيقول لها ان هو جاي مرافق لسيلينا، فبترحب بيه هو كمان وبتقول اكيد انتم جعانين تعالوا نتعشى سوا، وبتطلب من جوده يسيبهم ويروح يجهز التقرير. بيدخلوا بعدها قصر كيرين وبيقعدوا على السفره والاكل طبعا كان قدامهم. دولان بيشكرها بقى على كرمها وبيسال عن وضع سيلينا، فبتقول له انهم هيبداوا يجهزوا اوراقها علشان تقدر تعيش في قريه فيرون بشكل رسمي. سيلينا بقى بتحس بالراحه وبتقول انها كانت خايفه ان الجنود يقتلوها، ولكن كريم بترد عليها وبتقول ان ده كان احتمال وارد لان عندهم تخوف من قدره عيون اللميه الملعونه، بس لما شافتها بنفسها حست انها نقيه وجميله ومستحيل تاذي حد. في الوقت ده في مكتب المديره الباب بيخبط وبيدخل جوده، وكريستينا اول لما بتشوفه بتساله عن سيلينا ودولان، فبيقول لها ان هو محتاج يتكلم مع المديره في موضوع خاص. نرجع تاني لقصر كيرين وهي بتقدم الاكل بابتسامه غريبه، لكن دولان فجاه بيحس ان هو دايخ وفي حاجه مش طبيعيه. كيرين بتبدا تمدح في جمال سيلينا بطريقه مريبه، فجاه ملامح وشها بتتغير، بتقول بوش مرعب جميله جدا لدرجه اني عايزاكي ليا. وبعدها سيلينا ودولان بيغمى عليهم. في نفس اللحظه جوده بيبدا يكلم المديره وبيقول لها هل اقدر اعرف كريستينا الحقيقه؟ المديره بتوافق وبيقول لها انت سمعتي عن قضايا خطف الستات مش كده؟ كريستينا بترد ايوه، بس ايه علاقتها بسيلينا؟ فبيرد انهم عرفوا بوجود ساحره بقالها 300 سنه عايشه، المشكله انها بشريه والبشر ما بيعيشوش المده ديت، وشاكين انها بتستخدم اجساد الستات علشان تطول عمرها، والساحره ديت هي كيرينا صديقي، وهي حاليا واخده سيلين للسبب ده. فبتقول لهم انهم لازم يتحركوا فورا لانقاذ سيلينا قبل ما يفوت الاوهان. نرجع لكيرين بقى واللي كانت رابطه سيلينا قدامها ومنبهره بجمالها، عايزه تسلخ جلدها وتستخدمه في سحرها. في اللحظه اللي بتقرب منها بتسمع صوت بيقول ابعدي عنها، وبيبقى ده دولان يا صديقي اللي بيطلع ما كانش مغمى عليه ولا حاجه. كيرين بتتفاجئ وبتساله الجرعه كانت ضعيفه ازاي، ولكن دولان ما بيردش عليها وبيلمح دوائر سحريه على الارض وفيها ريحه دم قويه، فبيسالها عن عدد الاشخاص اللي قتلتهم. بتضحك وبتقول بطلت اعد بعد ال100، كل واحده كان عندها حاجه جميله خدت منها جمالها علشان افضل شابه واحافظ على جمالي. فبيقول لها دولان ان ده سحر محرم، وبيسالها اذا كانت عملت عقد محرم، فبترد وبتقول له ايوه. بتبدا تعدل له اجزاء جسمها، ايد من بنت عنكبوت، رجل من شبيهه بشريه، جلد من الف، وجي الوقت تاخد جلد اللميه. بتفوق سيلينا وبتسالها خدعت البنات زي ما خدعتيني؟ فكريم بتقول اكيد حياتهم ما كانتش تفرق، جمالي اهم. فبتقول سيلينا ان جوده كان عنده حق في كل كلمه. ساعتها دولان وسيلينا بيطلعوا حاجه من ودانهم ودي اداه سحريه بتنقل الصوت. فجاه الهجوم بيبدا وجوده والمديره وكريستينا بيظهروا علشان يعتقلوا كيرين. المديره بتقول لها كنت ناويه تستخدمي سيلينا ككبش فداء، تتهميها بالخطف وبعدين تقتليها وتاخدي جسمها، خطه في منتهى الذكاء. كريم بقى بتنفجر غضب وبتقول ازاي تتكلموا عني كده؟ انا اتولدت بشعه، كل حياتي كنت بتفرج على الجمال من بعيد، ولكن لما فهمت ان الجمال ممكن اخده خدت كل حاجه. وبيظهر مشهد وهي صغيره بتبص لنفسها في المرايه، بتتحول ملامحها من البؤس للشر، بتبدا انها تقتل ضحاياها وتاخد اللي يخليها اجمل. بترجع تقول هوريلكم دلوقتي نتيجه 300 سنه من البحث. جسمها بيتحول وبيكبر وبيبقى شكله مرعب. بتصرخ وبتقول هاتولي اللميه. بتبدا تهاجم الكل، بس قبل ما تعمل حاجه سيلينا بتبص لها بعينيها العين الملعونه، بتأمرها تقف. كيرين بتتجمد مكانها. الناس طبعا كلها بتتصدم، ولكن كيرين بتكسر التجميد وبتحاول تضرب سيلينا، بس كريستينا بتتدخل وبتقطع صابعها، ولكن صابعها بتتجدد تاني. بتبدا تهجم على البنت وكريستينا بتهجم بقوه وبتقطع في جسمها. كيرينا عماله تصرخ، بتستخدم سحر مظلم، عيون بتطلع على كل جسمها والسحر بيكون قوي جدا. المديره بقى بتقول ما ينفعش استدعي الارواح هنا، يا اما هيبقوا كلهم مدفونين تحت الارض. ولكن دولان بيقوم يعمل حركه على الارض كده وبيرسم دوائر سحريه وبيقول لهم ان هو اللي هيتولى الموضوع ده. بيقف قدام كيرين وبيسالها اذا كانت راضيه عن حالها. بتزعق وبتقول له ما تبصليش كده، انا خلاص
خلاص وصلت للكمال. فبيرد يقول لها الايد اللي فيها دم ما تقدرش ابدا توصل للجمال الحقيقي. وبيبدا هو يستخدم قدرته وبوم بدرع بيحبسها، تعويذه نازله من فوق بتضربها وبتخلص عليها تماما. دولان بعدها بيقف بكل شموخ وسط صمت الجميع. النهايه طبعا كانت ساحقه. في اليوم الثاني دولان وسيلينا وكريستينا كانوا قاعدين في قصر المديره بوليفيا مستنينها، ولما بتوصل بتقول لهم انهم كانوا بيخلصوا شويه اجراءات، وبيقدم جوده ورق رسم لسيلينا يثبت انها بقت مواطنه في المملكه وتقدر تعيش في قريه فيرون براحتها. المديره قالت لدولان ان في واحد عايز يقابله، وظهر دينزل ابن الجده ماغورو. رحب بيهم وتعرف على سيلينا واقترح ياخدهم في جوله داخل المدينه. وهم ماشيين بقى طفل وقع منه الخبز بتاعه، وسيلينا حاولت تساعده ولكن امه جريت عليه بسرعه وكانت خايفه من سيلينا لانها وحش. بدا كل الموجودين يخافوا منها، لكن هي كانت بتحاول تتخطى الموقف وبتبتسم رغم الالم اللي جواها. بيجي بعدها وقت الرحيل، وقبل ما بيمشوا دينزل عرض على دولان ينضم للاكاديميه بسبب قدراته السحريه، ولكن دولان رفض وقال له انه هو مشغول بحمايه القريه. المديره اتدخلت وقالت له ان روحه نقيه وان الاكاديميه ممكن تفيده جدا، فقال لهم ان هو هيفكر في الموضوع ده. ولكن كان باين على سيلينا الحزن. وهم راجعين كريستينا سالت دولان اذا كان هيفكر في العرض، فقال لها انا مش عارف وسالها عن رايها. ردت ان قريه فيرون قريه صغيره ومعلوماتها محدوده، ولكن اكيد الاكاديميه هتفيده اكتر. ودولان هو كمان بيوافقها على رايها، بس بيبان على سيلينا انها كل شويه بتزعل اكتر. بيجي الليل في الغابه، وواحد من الالف بيشوف حاجه مرعبه، وايوه بوابه فتحت وخرج منها قطيع نمل عملاق، وجوه البوابه بتظهر ظلال لوحوش مرعبه. بعدها النمله العملاقه بتهاجم على الالف، وواحد من صحابه بيجي علشان يطمن عليه، بس الصدمه بتكون كبيره لما بيلاقي صاحبه ميت. فجاه الوحوش بتهجم على باقي الالف من غير اي رحمه. بعدها بشويه بيظهر 2 من الالف بيشوفوا المنظر المفزع وكل اللي معاهم ميت، بس بيلاقوا واحد لسه عايش بالعافيه وبيسالوه ايه اللي حصل. فبيقول لهم قبل ما يموت ان في قطيع وحوش هاجم عليهم، وساعتها الاتنين بيتفقوا انهم لازم يرجعوا بسرعه ويبلغوا زعيم القبيله. تاني يوم بقى بنشوف دولان في القرية بيتدرب مع الأطفال، وسيلينا كانت واقفة من بعيد بتبص عليه وسرحانة. بتفتكر وقت ما دينزل عرض عليه ينضم للأكاديمية، وساعتها بيجيلها خوف وبتسأل نفسها يا ترى ممكن يسيبني في يوم ويمشي. وفي نفس الوقت ده بتيجي كريستينا لدولان وبتقول له انها عايزة تطلب منه حاجة، وبتطلب انهم يروحوا يستكشفوا الغابة. الناس هناك سمعوا ان في وحوش قوية وعايزة تختبر قوتها ضدهم. دولان بيحذرها وبيقول لها ان الغابة خطيرة، بس هي بترد ان في سبب تاني، وهو ان ألبرت بيرعى الخنازير في الغابة وانهم محتاجين حد يحرسهم. فعلا بيتحركوا للغابة ومعاهم القائد دالان واتنين من الجنود، واول لما بيوصلوا القائد بيسيبهم هم الثلاثة وبيمشي هو مع الجنديين علشان يراجعوا المكان. ولكن في لحظة واحد من الحيوانات بيدخل جوه الشجرة وجندي بيروح وراه يشوفه. فجأة الحيوان بيتحدف عليه وهو مجروح، وبيظهر نمر ضخم جدا من ورا الشجرة وبيهجم على الجندي، بس القائد بيظهر وبيضربه على راسه وبيخلص عليه. الكل افتكر ان الخطر خلص، ولكن في اللحظة ديت بيظهر نمل عملاق من ورا دالان وبيهجم عليه. دولان بيسمع الصوت وبيجري بسرعة وبيلاقي القائد واقع مجروح والوحش واقف فوقه. بيهجم على الوحش وبيضربه ضربة جامدة بتوقعه، وبيكتشف ان ده مش وحش عادي، ده كائن شيطاني من العالم السفلي، وتحديدا واحد من الزرت. ودول بقى كشافين شيطانيين ورتبتهم متدينة بس خطرهم كبير. كريستينا بقى بتستغرب ان هو عارف، فبيقول لها ان هو قرأ المعلومة ديت في كتاب عند العجوز ماغورو. بيبداوا بعدها الهجوم، ودولان بيستخدم ضربة سحرية بتشل حركته. كريستينا هي كمان بتقطع راسه، وبعدها جسمه بيتفتت وبيختفي. دولان بقى بيطلب منها انها ما تقولش للقرويين عن الشيطان علشان ما يتخضوش. بيجي الليل بقى وبيرجعوا للقرية والناس مستنية تطمن على بلان. القائد بيقول ان حياته مش في خطر، وكريستينا بتسأله اذا كان حصل قبل كده ظهور وحوش زي ديت، فبيقول لها لا وديت اول مرة حادثة زي ديت تحصل. ودولان بقى في دماغه بيقول ان حتى النمر اللي ظهر ده نادر، بس الاخطر هو الشيطان، اكيد في حاجة مش طبيعية بتحصل في الغابة. في نفس اللحظة ديت بتيجي ماغورو بتقول لهم ان دالان صحى، بس بتلاحظ حاجة غريبة، الجرح اللي عنده مش من نمر، ده من كائن تاني. دولان بقى بيقرر يفتش الغابة بنفسه علشان يعرف ايه اللي هناك. ماغورو بقى بترفض في البداية، ولكن مع اصراره بتوافق بشرط واحد ان هو حد يروح معاه. كريستينا طبعا بتعرض تروح، بس القائد بيرفض علشان هي من الاكاديمية. فسيلينا بتتدخل وبتقول انها هتروح معاه، خصوصا انها بتقدر تستخدم تعويذ قوية غير لعنة عينيها. دولان طبعا بيوافق وبيجي تاني يوم وبيمشوا هما الاثنين. ولكن فجأة كريستينا بتظهر من الشجر وبتقول انها كانت ماشية صدفة، وبتكرر يعني تمشي معاهم، وده بسبب انها حست انها خلاص بقت من اهل القرية وعايزة تدافع عنهم. وفي طريقهم بيظهر لهم وحوش عناكب وبيقتلوها واحد ورا التاني. ولكن كريستينا بيهجم عليها وحش ضخم على شكل قرد، وبتتصدم لما سيلينا بتروضه وبتديله تفاحة. هو بيتعامل معاها بلطف، ولما بتبص على دولان بتلاقيه متحوط بقرود صغيرة وباين انهم بيحبوه. بيقعدوا كلهم ياكلوا مع بعض حتى الوحوش، ودولان بيقول انهم اكيد كانوا جعانين، بس اللي بيستغربوا ازاي وحوش قوية زي ديت اتطردت من اماكنها، اكيد في حاجة اكبر بتحصل. وفجأة بيحسوا بحركة غريبة وبتيجي كرة صغيرة من ما بين الشجر وجواها جنية بتقول لهم اهربوا. وفي نفس اللحظة بيظهر وحش
ديزرت جديد، وكريستينا بتقضي على اول واحد، لكن الباقي بيبدا يهاجم واحد ورا التاني. دولان بقى بيتعرض لهجوم من 2 مره واحده، ومش بيكون قدامه غير حل واحد بس، ايوه بيحاول ايده الجزء من التنين وبيقضي على الاثنين. بعدين بنشوف كريستينا وفي واحد بيهجم عليها من ورا، ولكن سيلينا بتستخدم تعويذه التعبان وبتنقذها. بعد القتال الجنيه بتفوق بتقول لهم ان اسمها هو مارل، وانها كانت هربانه من هجوم الشياطين، ودولان بيقول ان دول كشافه ومعناها ان في شياطين اقوى جايين. كريستينا بقى بتسال مارل عن اللي بيحصل في الغابه. البنت بتحاول تحكي، ولكن فجاه دولان بيحس ان في حد بيراقبهم، ولكنهم مش اعداء، فبيقرروا ينزلوا سلاحهم كنوع من السلام. واللي بيراقبهم بيطلعوا الف، والقائد بتاعهم بيظهر وبيقول لمارل تسيبهم وتيجي هنا. بيكون بقى الوضع متوتر، والالف موجهين سلاحهم ناحيه ابطالنا، وبتروح البنت تتكلم مع القائد واللي بيطلع اسمه غيو، بتعرفه انهم انقذوها، والقائد بيقول لها انه شاف كل حاجه. بيروح بعدها يشكر دولان واصدقائه على انقاذ مارل، ولكن بالرغم من كده فالغابه ديت خاصه بالالف، وبيسالهم ايه اللي جابكم هنا. بيبدا دولان يعرف عن نفسه وبيقول ان هو جه يحقق في اللي بيحصل، لان في حاجه غريبه بتحصل في الغابه، وان وحوش كتيره بدات تهجم على قريتهم. فبيرد عليه غيو ان هو مش هيقدر يلومه، ولكن لازم يمشوا فورا لان الغابه خطيره جدا. فبيسالوا دولان هل الخطر ده جاي من قوات الشياطين. غيو بيرد بيقول له ان ده مش مجرد خطر، وبيقول لهم انهم حاليا في حاله حرب مع جيش الشياطين. بيطلب منهم بعدها يروحوا، وبيقوم علشان يمشي، ولكن كريستينا بتتعصب عليه وبتمسكه وبتزعق له وبتقول له ازاي بتواجهوهم لوحدكم وهم بالقوه ديت؟ انتم لازم تطلبوا المساعده، وما تقلقش احنا هنقدم كل اللي نقدر عليه. وبيلاحظ الالف انهم طيبين ونيتهم سليمه، فبينزلوا اسلحتهم. في الوقت ده دولان بيفكر في اللي سمعه، وبيقول في نفسه لو فعلا في جيش شياطين كامل يبقى في بوابه مفتوحه ما بين عالم البشر والشياطين، ولو اتفتحت اكتر شياطين اقوى هتظهر، ولازم البوابه ديت تتدمر بسرعه حتى لو اضطر انه يكشف قوه روح التنين اللي جواه. بيروح بعدها لغيو وبيقول له قوتكم لوحدكم مش هتكفي، وبيعرض عليه واصحابه انهم يساعدوه. غيو بيتردد في البدايه، بس لما بيلاقي كل الالف موافقين طبعا بيوافق هو كمان، وبيمد ايده علشان يسلم عليه. ولكن قبل ما ايديهم تلمس بعض بيحصل هزه شديده جدا في الغابه، ومن وسط الاشجار بيطلع ظلام شديد بيوصل للسماء. دولان بقى بيقول في نفسه انا عارف الاحساس ده، الشعاع ده معناه ان البوابه خلاص اتفتحت بالكامل. البوابه فعلا بتتفتح وبيخرج منها 2 من الشياطين الضخام معاهم بنت صغيره، وباين عليهم كلهم القوه. وفي اللحظه ديت دولان واللي معاه بيقرروا يتوجهوا للغابه، وبيستخدم سحر الرياح علشان يسرعهم. بنروح عند الشياطين بقى، والبنت الصغيره بتتامل في السطح، وواحد من الشياطين بيقول احنا فرقه تمهيديه للحاكم، ومهمتنا نجهز الغابه علشان يستولي عليها بالكامل. وبيسال عن شيطان اسمه غيورغ، فبترد البنت ان هو لسه ما وصلش، وممكن علشان قوته ضخمه يعني والبوابه مش هتستحمله دلوقتي، فده هيسبب بطء في حركته. وبيقرروا انهم بقى يلعبوا، واللعبه هي ان اول واحد يشوف الف يقتله. وشكل اللعبه ديت مرعبه يا صديقي، وفعلا بيتحركوا علشان يبداوا اللعب. نرجع بقى لقريه الالف واللي بتحاول تصد هجمات الشياطين الصغيرين، ولكن فجاه بيظهر شيء ضخم قدامهم. بيكون ده واحد من الشياطين الاربعه بيقدم نفسه باسم غيولد، بيبدا يجهز للهجوم. بيهجم بعدها بضربه سحريه قويه بتكسر المكان وبتطير كل اللي حواليه. نرجع تاني لفريقنا اللي بيكون لسه جاي بسرعه، والارواح بتبلغ غيو ان الهجوم بدا، ولكن بيظهر قدامهم مجموعه ضخمه من الشياطين الصغيرين، فبيضطروا يوقفوا ويتعاملوا معاهم. نرجع لغيولد اللي بيكون اخترق الدفاعات وبيستعد يقتل واحد من الالف، ولكن فجاه حبال من النباتات بتظهر وبتكتفه، وبيكون ده تدخل من ديادرو، وديت روح من ارواح الزهور. حبالها بتمتص طاقته وبتخليه عاجز. على الناحيه الثانيه دولان والفريق بيهاجموا الشياطين الصغيرين وبيخلصوا عليهم بسرعه، لكن بيقرروا يسرعوا المهمه علشان ما حدش يتاذى. دولان بيديلهم الاحجار السحريه اللي لقاها في المستنقع، وكل واحد بيستخدم تعويذه. كريستينا بتعمل تعويذه الرياح، وسيلينا بتستخدم تعويذه الارض، اما دولان فبيعمل تعويذه نار قويه بتدمر كل اللي قدامه. وغيو طبعا بينبهر من قوتهم. نرجع بقى لديادرو اللي بتفضل مثبته غيولد، وبتقول له ما كنتش اتخيل ان واحد من الشياطين الاربعه يكون ضعيف كده، ولكن فجاه بتظهر الشيطانه الصغيره وبتحرره، وبتقول له كفايه لعب. بتقدم نفسها باسم رافيلا، وبتقول لها انا واحده من فرسان ملك الشياطين الاربعه. بتقول له ديادرو جاهزه للالم اللي مستنيكي. ديادرو بتحاول تستدعي ارواح الزهور، ولكن مفيش حاجه بتحصل. رافيلا بتقول لها انا قتلتهم في طريقي، وكانوا بينادوا عليكي علشان تنقذيهم حتى وهم بيموتوا. ديادرو بقى بتغضب جدا وبتبدا تهاجمهم، ورافيلا بتصدها، ولكن هجوم ديادرو بيجرح وشها. رافيلا بقى بتتعصب لان شكلها تشوه، وبتقول لها اقتلكم كلكم، ولكن ديادرو ما بتسكتش وعماله تستفزها اكتر. في الوقت ده غيولد بيتدخل وبيهجم هجوم قوي جدا، والبنت بتحاول تصده بالنباتات، ولكن الهجوم بيوصل ليها وبيطيرها بعيد. بتهجم عليها رافيلا، وديادرو بتقع على الارض وبتحس ان طاقتها بتتسحب. الشياطين هما كمان بيهجموا عليها مع بعض، وخلاص فاكره ان دي نهايتها، لكن في لحظه واحده ضربه قويه جدا من السماء بتبعدهم عنها، ومن وسط الدخان بيظهر الجمدان. ايوه خلاص وصل البطل دولان، وعلى طول بطلنا عينه بتدور على ديادرو، واول لما بيطمن
مطمن انها كويسه بيحس بخطر من وراه. الشيطان كان بيجهز لهجوم غدار، ولكن قبل ما يقدر يعمل اي حاجه كريستينا بتظهر وبتصده بسيفها وبتحميه في اللحظه الاخيره. دولان بقى ما بيضيعش وقت وبيسحب سيفه وبينفذ ضربه سريعه بتجرح رقبه الشيطان جرح صغير، بس كانت ضربه كفايه تخليه يبعد. رافيلا بقى بتظهر من وراه فجاه وكانت ناويه تهجم، ولكن سهم طاير بيصيبها وبيطيرها لبعيد. وشها كان باين عليه الغضب، خصوصا انها مش اول مره تتصاب بالشكل ده. دولان بقى بيبص لها وبيقول انت في قريه الالف دلوقتي، يعني من الاخر كده انت في مرماهم، فاستعد لاي حاجه. وهم لسه بيتكلموا وبتحصل هزه غريبه في المكان، نور ساطع بيظهر، ايوه نفس النور اللي ظهر قبل كده. ورافيلا بتقول اخيرا وصل. من البوابه بيخرج شيطان شكله مرعب، والهيبه بتاعته كانت باينه من اول لحظه. غيولد بيشد سيفه بيقول لازم نخلص عليهم قبل ما يوصل، بس فجاه طاقه غريبه بتنتشر والكل بيحس بيها. وكانت سيلينا غضبانه وباين عليها انها مش ناويه على خير. بدات تجهز تعويذه واستدعت الافعى بتاعتها، بس المره دي اللي ظهر كان افعى عظيمه ب7 رؤوس، وبدون تردد هجمت على الشيطان بكل قوتها. وفي نفس اللحظه دولان بيجمع نار وارض في تعويذه قويه وبيطلقها على رافيلا، فبترجع تطير بعيد. ديادرو هي كمان بتكمل عليها، وسيلينا نجحت تثبت الشيطان بالافعى العملاقه بتاعتها. دولان بقى ما وقفش وجمع تعويذه جديده من الارض والنار، صنع بيها سلاح فتاك، هاجم على الشيطان ولكن الضربه اتصدت بسلاح غريب. وبيبان فجاه شيطان ثالث كان واقف جنب سيلينا وكان ناوي يهجم عليها. في نفس الوقت غيولد بيتحرر من الافعى وبيجهز لضربته هو كمان، ولكن كريستينا بتتدخل في اللحظه الحاسمه وبتصده. غيلين بقى بيبص لها وهو مندهش وبيقول بشريه قوتك ديت مش طبيعيه. كريستينا بترد وهي بتجهز سيفها لتعويذته وبتقول اخيرا لقيت خصم يستحق القتال. سيفها بيتغير وبتختفي لحظه وبتظهر من ورا غيولد بتجرحه جرح كبير في رقبته. وسيلينا في الوقت ده كانت مركزه على غيلين، استخدمت سحر الارض وطلعت ايد ضخمه بتثبت الشيطان مكانه ووجهت له هجوم قوي بايديها، ولكن ولا كأن حاجه حصلت. بيكون واقف سليم معافى زي ما هو. بتعيد عليه لعنه الافعى من تاني، بس غيلين بيضحك وبيقول انت اضعف من اني اضيع وقت معاكي. بيهزم الافعى وبيخليها تختفي في ثانيه. بيهجم عليها بفاسه، بس دولان بيتدخل وبيصد الهجوم، بيوجه له ضربه قويه بتطيره بعيد، بيخلي غيلين يغير نظرته ليه. المعركه خلصت كده قالها دولان، ولكن فجاه الجو كله بيتغير، طاقه مرعبه بتحضر. الشيطان الرابع بيظهر. دولان بيلاحظ فورا ان الشيطان ده مختلف وشكله مش بيهزر. الشيطان ده بقى بيطلع سيفه وبيقول من زمان ما شفتش بشر بالقوه ديت. ودولان بيرد عليه وهو بيهجم انا اسمي دولان، حاول تفتكر الاسم ده. السيوف بتتصادم والشيطان بيعترف ان هو قوي، ولكن بيكمل انا اعرف حد بالاسم ده، بس ده مش معناه انهم ليهم علاقه ببعض. وفجاه بيحس بحاجه غريبه منه، قوه التنين بتظهر للحظه بتبعده عنه، ما بيدلوش فرصه يستوعب، وبيهجم تاني بسحر ناري ولكن الشيطان بيصده. الكل مبهور ازاي دولان قادر يقف قصاد شيطان بالقوه ديت، ده حتى الشيطان نفسه كان مصدوم. فبيقول له دولان كنت فاكر انك زي باقي الشياطين بس انت قوي، وبيساله اذا كان حاكم ساقط. الشيطان رد بابتسامه ما توقعتش الاقي بشري بالذكاء ده. دولان في نفسه كان عارف ان الشيطان ممكن يغلبه بهيئته البشريه، ولكن هو لو استخدم هيئه التنين القريه كلها هتتدمر. المعركه فعلا بدات من جديد، بس المره دي بشراسه اكتر. الشيطان كان متفوق بس حماسه بيزيد كل ثانيه. بعد ما بيسيب ساحه المعركه اللحظه بيجمع مانه ضخمه، وفي نفس اللحظه الشياطين التانيين بيهجموا من ورا دولان. الهجوم كان على وشك يصيبه، ولكن فجاه قوه ضخمه بتتفجر من دولان، جزء من قوه التنين بيظهر بيصد الهجوم بسهوله. لو مش بس كده ده بيطيرهم هما الاثنين بعيد. الشيطان الرابع بيجهز لهجوم مطلق وبيقول لو صديت الضربه ديت هعترف بيك كعدو حقيقي، وان ديت واحده من تقنياتي المطلقه. الهجوم فعلا كان مرعب، ولكن دولان وقف بكل شجاعه واستخدم قوه التنين وبدد الهجوم. الشيطان بعدها ضحك، دي المتعه اللي كنت مستنيها. بس لما شاف قلق دولان على اللي وراه قال له ان هو مش هيقاتل بالشكل ده، غرس سيفه في الارض ونادى على الكل احنا هننسحب دلوقتي، بس خلال 3 ايام هنرجع بالقوات كلها، وساعتها قدامكم خيارين، يا تنضموا لينا لجيش الشياطين لا اما نمحيكم. وبالفعل هو والثلاثه الشياطين بينسحبوا. في الطريق قال في نفسه انا ما توقعتش ان انا اواجهه هنا، وواضح كده ان هو عارف حقيقه دولان. بعدها سيلينا وكريستينا راحوا يطمنوا عليه وقال لهم ما تقلقوش انا بخير. غيولد بقى اخدهم على القائد بتاع الالف ديو اللي شكرهم وقدم لهم في لايك المستذئب والسن العنكبوت البشريه، واللي واضح انهم زعماء قبائل الغابه. ديو بقى قال انتم بشر وده يعني هتحتاجوا حد عاش مع البشر. وفي اللحظه ديت دخلت اوليفيا مديره كريستينا. كريستينا على طول بتسال اوليفيا عن سبب وجودها هنا، واوليفيا قالت لها ان المكان ده هو موطنها الاصلي، وانها خرجت للمدينه فتره ولكن سمعت باللي حصل ورجعت فورا. بعدها الزعيم ديو بيبدا يتكلم وبيعلن انهم مش هيستنوا المهله اللي الشياطين ادوها ليهم، وقرر ان الهجوم هيتم تاني يوم مباشره علشان يدمروا البوابات اللي بتربط عالم الشياطين بالسطح. وقتها بيطلب من دولان واصحابه انهم يساعدوهم، خصوصا بعد ما شاف قوتهم الجباره في المعركه الاخيره. واوليفيا بقى بتوضح انها كمان كانت طلبت دعم من المملكه، ولكن وصولهم هياخد وقت. فدولان بقى بيرد وبيقول انهم هيعملوا كل
كل اللي يقدروا عليه علشان يثبتوا انهم قد الثقه ديت. نروح دلوقتي عند بوابه الشياطين، والشياطين هناك بيجهزوا نفسهم للمعركه اللي هتحصل. غيور غباء بيبدا يسترجع احساس غريب حس بيه لما شاف دولان، وبيقول لنفسه ان قوه دولان والمنى اللي استخدمها مش عند اي حد، وبيفتكر معركه قديمه لما كان ملاك بيحارب الشياطين، واللي وقتها ظهر التنين العريق اللي قضى على كل الشياطين واسمه لوحده كان بيزرع الرعب. ودلوقتي متاكد ان التنين ده هو دولان نفسه بس في هيئه بشريه. نرجع لدولان بقى اللي بيخرج من القصر، وبيلاقي ديادرو واقفه لوحدها. بيروح لها وبيطلب يكلمها. هي في الاول بتكون رافضه، لكنه بيقرب منها وبيقول لها انا عارف ان الجرح اللي سببته رافيليا لسه مأثر فيها، وبيكون فعلا جرح عميق جدا. بيقول لها تسيبه يعالجه باستخدام طاقه حياته، وفعلا بيبدا العلاج والجرح بيتشفى قدام عينيها. ساعتها ديادرو بتقول انها خلاص ما بقتش شايفاه كبشر عادي، لكن هو بيطلب منها تعتبره كده مؤقتا على الاقل في الفتره ديت. يعني بيجي الليل بقى والكل بيناموا في القصر، ولكن دولان بيصحى وبيلاحظ ان سيلينا مش موجوده مكانها، ولما بيبص حواليه بيلاقيها واقفه بتتفرج على السماء. بس هو بيلاحظ ان جسمها بيرتعش، وبيخرج عندها وبيسالها بتعمل ايه، فبترد عليه انها بتتفرج على القمر، وبيقف جنبها هو كمان بيتامل المشهد وبينبهر من جماله، وبيقعد بعدها جنبها كده. بيقول لها ان هو عارف انها مش مرتاحه وحاسس بالقلق اللي جواها من وقت رجوعهم لقريه الالف بعد المعركه، فبتعترف انها مش خايفه من القتال، ولكن اللي حصل في المعركه كان مؤلم لانها في لحظه الحقيقه اترددت وخافت تقتل الشيطان رغم ان اصحابها كانوا في خطر. دولان بقى بيبتسم وبيقول لها انه دايما كان فاكر ان اللمية وحوش اسيا، بس لما شافها فهم ان ده مش حقيقي، وبيطلب منها تفضل زي ما هي من غير ما تتغير. بعدها بيطلع من جيبه جوهره سحريه وبيديها ليها، بيقول لها انها من صنعه علشان تحميها وتحافظ على سلامتها. وفي الوقت ده كريستينا بتكون صحيت وبتنضم ليهم. بيفضلوا الثلاثه يتفرجوا على منظر القمر سوا، والدنيا اخر حلاوه. تاني يوم بقى الجنود بيبداوا يستعدوا للمعركه لانهم عايزين يدافعوا عن ارضهم وينتقموا لاصدقائهم اللي ماتوا. الخطه بتكون ان في بوابه رئيسيه وثلاث بوابات فرعيه، ولازم الفرق تتوزع علشان كل فرقه تكسر واحده منهم. اما دولان واصحابه فيروحوا للبوابه الرئيسيه، بيتحركوا بسرعه فعلا علشان يوصلوا للبوابات، وفي الطريق بيلاحظوا نور غريب خارج من واحده من البوابات. سيلينا بتقرر تنزل من العربيه وبتقول انها تروح تساعد فرقه غيو، اما دولان فبيطلب منها تخلي بالها ويأكد عليها انها ترجع سالمه. وبعدها بيكملوا طريقهم ناحيه باقي البوابات. بعدها عند البوابه الرئيسيه غيورغي كان واقف مستني دولان بفارغ الصبر، وفي نفس الوقت ده عند واحده من البوابات الفرعيه اللي بيكون فيها الشيطان غيولد. بتوصل فرقه العناكب البشريه، بيبداوا يواجهوا صعوبه كبيره قدامهم. اما البوابه الثالثه اللي واقف عندها رافيلا، فبتكون ديادرو هي اللي وصلت وجايه لوحدها وناويه تخلص عليها بنفسها من غير تدخل حد. عند البوابه الرابعه بقى اللي فيها الشيطان غيلين، بتوصل ليها فرقه غيو وسيلينا معاهم. بيبدا الالف يهاجموا كل قوتهم، ولكن مفيش فايده وما بيأثروش فيها اطلاقا. في اللحظه ديت سيلينا بتتدخل وبتستخدم تعويذه ارضيه ضخمه بتنزل عليه صخور من السماء بشكل مرعب، حتى هي نفسها اتفاجئت من قوتها. ولما بيسالوها هي ليه ما راحتش البوابه الرئيسيه، بترد انها سابت دولان وكريستينا يتعاملوا معاها. في اللحظه اللي بيتحرر فيها غيلين من تحت الصخور، بيبقى متحمس جدا وبيجهز نفسه علشان يهجم عليهم. في نفس الوقت ده جوه العربيه كريستينا كانت قلقانه جدا على سيلينا وعايزه ترجع، ولكن دولان بيهديها وبيفكرها ان هو سلمها جوهره خاصه تحميها، وبيقول لها انها قويه ومش لازم تقلق عليها. الحارس بقى بيبلغهم انهم قربوا من البوابه الفرعيه الثانيه اللي فيها غيولد، وهناك كانت العناكب السحريه والحيوانات البشريه بيعانوا فعلا، مش قادرين يوقفوه ولا ثانيه. كريستينا بتقرر تنزل هنا وتسيب دولان يكمل طريقه للبوابه الرئيسيه. بتتحرك ناحيه غيولد وبتهجم عليه بضربه سحريه قويه جدا بتوقعه بعيد، ولما بيقوم بيبقى فرحان ان اخيرا في حد قوي هيواجهه رغم ان هو كان بيتمنى يقابل دولان. كريستينا بقى بتجهز سيفها وبتبدا الهجوم وبتضربه كذا مره وبتكسر درعه، ولكن الدرع بيتجدد تاني، ورغم كده هي مش بتتراجع. نرجع بقى لدولان اللي قرر يطير بسرعه باستخدام جناح التنين علشان يوصل للبوابه الرئيسيه. في الوقت ده ديادرو كانت دخلت في مواجهه مباشره مع رافيلا وحوطتهم بحاجز من الظهور يمنع اي تدخل خارجي، ورافيلا بقى بتهاجمهم بطاقه الحياه المسروقه من الارواح، وديادرو بتحاول تتفادى الضربات ولكن بتتصاب وبتقع. بتحاول تقوم من تاني وترد الهجوم، ولكن الضباب اللي حوالين رافيلا كان بيمتص الطاقه وبيبطل اي تعويذه. في النهايه ديادرو ما بيبقاش قدامها حل غير انها تستخدم طاقه الزهور السوداء، وهي نفس النوع اللي بيمتص طاقه الخصم زي رافيلا، وبيبدا بعدها الصدام، ولكن طاقه رافيلا بتكون اقوى. بتبدا تسحب من ديادرو طاقتها. ساعتها البنت بتسالها لو الطاقه بتاعتها عجباها لان ديت اخر حاجه هتدوقها في حياتها. فجاه رافيلا بتحس بالم شديد، بيبدا وشها يخرج منه زهور سوداء. النباتات اللي حواليها بتكتفها، الزهور بتطلع من جسمها وبتحاصرها بالكامل. ديادرو بقى بتقول لها ان المعركه انتهت من وقت ما جرحتها الليله اللي فاتت، لان وقتها كانت حطت جواها شوكه سحريه من زهورها والهجوم جه من جواها نفسها. وبكده رافيلا بتصرخ والزهور بتخلص عليها تماما. بعدها ديادرو بتقع على الارض من التعب، ولكن لسه في شياطين صغيرين حواليها. بتفكر خلاص ان ديت نهايتها،
ولكن فجأة سهام كتير بتنزل من السماء وبتخلص عليهم، وبيطلع ان دولان هو اللي عمل كده. بس ديادرو بتفقد الوعي في اللحظة ديت. بنشوف بعدها بقى مشهد مرعب، سيلينا مرمية على الشجرة، فرع خشبي كبير اخترق جسمها. ديادرو بعد شوية بتفوق، بتلاقي نفسها جوا دايرة سحرية. دولان واقف قدامها بجناح التنين وبيقول لها انها دايرة شفاء. بتسأله اذا كان طلع مش بشري، فبيقول لها ان هو فعلا بشري، ولكن روحه في الاصل كانت روح تنين واتولد بهيئة بشرية. بيقول بعدها ان هو لازم يروح البوابة الرئيسية، فبتقترح انها تروح معاه، ولكن هو بيرفض علشان القتال هناك محتاج يتحرك بحرية. فبتوصي ان هو ما يستخدمش كل قوته علشان الغابة ما تتدمرش. نرجع لسيلينا بقى لما الالف بينزلوها من على الشجرة وبيمنعوا غلين ان هو يقرب منها. غيوب بيشيل الخشبة من جسمها والبنت بتصرخ من الالم. كانوا هيبداوا تعويذة شفاء، ولكن فجأة السلسلة اللي معاها اللي اداها لها دولان بتتفاعل وبتشفيها فورا. الالف بعدها بيطلبوا منها تهرب علشان تنجو بحياتها. في الناحية التانية كريستينا لسه مستمرة في قتالها ضد غيولد وسببت له جروح كتيرة، ولكن بيشفي نفسه في كل مرة وبيقول لها انها قوية جدا، وده زي ما هو متوقع من البشر الخارقين. فبتسأله عن معنى المصطلح ده، بيقول لها انهم بشر اتولدوا بقوة وحوش، اقوياء في السحر والقتال والذكاء، لكن البشر العاديين خافوا منهم وطردوهم. وبيقول لها ان حتى التنين العتيق اللي اتقتل زمان اتقتل على ايد بشري خارق. كريستينا بقى بتقول في نفسها يبقى هي واحدة من المقصودين في الاغنية. غيولد بيهجم عليها، ولكن البنت بتصد ضربته، بتقدر تقطع دراعه، بعدين رجله بتوقعه على الارض. وقبل ما تقتله بيقول نفسي اعرف التنين العظيم كان حاسس بايه قبل ما البطل يقتله. وفي اللحظة ديت بتقطع راسه وبتخلص عليه. واخيرا بقى في لحظة عظيمة البطل بيوصل للبوابة الرئيسية. غيورغي بينحني ليه بكل احترام، بيفكروا بالمعركة اللي حصلت زمان مع سيده. دولان بيسأله اذا كان ناوي يتحداه بعد ما عرف الحقيقة، فبيقول له غيورغي ان هو دلوقتي بعد ما بقى انسان ممكن يبقى قدامه فرصة، وبيطلب انهم يتقاتلوا في ارض الشياطين علشان دولان يقاتل بكل قوته. وبيفتح البوابة وبيتحركوا هما الاثنين لجواها. سيلينا بقى اللي كانت واحدة من الالف خرجتها من ساحة المعركة علشان تهرب، بتقف مترددة مش قادرة تمشي، دموعها نازلة، حاسة انها جبانة لانها مش قادرة تساعد اصحابها رغم انها عايزة تقاتل، وفي نفس الوقت ده خايفة لا تموت. وفي ساحة القتال الالف بمحاولتهم الجماعية بيقدروا يوقفوا الشيطان شوية، ولكن ده ما بيأثرش فيه. فجأة جسمه بيتحول لأسلحة وبيبدأ الهجوم العنيف. اصوات المعركة بتوصل لسيلينا، فخوفها عليهم بيخليها تتحرك. بتتفاجئ ان جسمها استجاب اخيرا، والفضل للجوهرة السحرية اللي دولان اداها لها. الشيطان بقى كان خلاص هيخلص على غيو، ولكن في لحظة حاسمة سيلينا بتستخدم تعويذة قوية بتخلي سلاسل سحرية تطلع من الارض وتربطه. لكنه لما بيعرف انها رجعت بيفرح كده لانه كان بيتمناها ترجع علشان يقتلها بنفسه. بيفك السلاسل وبيهجم تاني، ولكن البنت بتتدخل، بتستخدم الافعى السحرية بتاعتها علشان تصد هجومه. بعدها بترد بتعويذة تانية وبتستدعي قبضة سحرية ضخمة بتطلع من الارض وبتضربه. بتطلب من الالف يبعده لان قوتها بقت كبيرة ممكن تخرج عن سيطرتها وتأذيهم. الشيطان بقى بيجهز لهجوم جديد، ولكن بيقول لها ان هو منبهر جدا بقوتها. وفي نفس الوقت ده سيلينا بتستخدم قدرة عينيها الملعونة، بتقدر تثبته في مكانه. بعدها بتستدعي الافعى العملاقة اللي بتبدأ تهاجم الشيطان. هو لسه مش قادر يتحرك، بيفك نفسه بقى بالعافية، ولكن الافعى بتكمل الهجوم. الجوهرة اللي معاها بتتفاعل فجأة وبتضخ فيها طاقة جبارة لدرجة انها بتتحول لهيئة تنين، بتخلص على الشيطان في لحظة. غيو بقى بيتفاجئ من اللي شافه، وسيلينا بتقف بعدها وهي مرتاحة ومطمنة انهم نجوا اخيرا. نرجع بقى لدولان والشيطان اللي اخيرا وصلوا لعالم الشياطين وبيبداوا يستعدوا للمعركة. دولان بيجهز سيفه وجسمه بيتحول تدريجيا لهيئة التنين، وده بيخلي الشيطان يتحمس اكتر لانه بيواجه التنين اللي كان مرعب حتى للجبابرة. دولان بيرد عليه ببرود، حماسك ده هيكلفك وجودك كله. الشيطان بقى بيبدا يهجم، ولكن لما بيحس ان هو يتهزم بيرجع وبيستخدم ضربة سحرية قوية جدا بسيفين من سيوفه، ولكن دولان بيصدها بكل سهولة. شكلنا هنتسلى ولا ايه؟ خارج البوابة بقى اوليفيا بتوصل وبتلاحظ ان القتال انتقل لعالم الشياطين، وفي الوقت ده قادة العشائر الثلاثة بيظهروا. ولما بيعرفوا ان دولان دخل جوه مع الشيطان، وواحدة منهم بتقترح يقفلوا البوابة فورا، وده كحل علشان ينتهوا من الخطر. ولكن في المقابل دولان هيفضل جوه، فهل فعلا هينقذوا الغابة ويضحوا بيه؟ الجدل بيبدأ، ولكن ست العنكبوت بتأكد ان ديت افضل فرصة لقفل البوابة، خاصة ان مملكة الشياطين ممكن تبعت تعزيزات. سيلينا بقى بتتدخل وبتقول ان دولان مش هيخسر ابدا، ما تقفلوش حاجة. الكل طبعا بيوافقها، فبيضطر القادة يسيبوا البوابة مفتوحة، بيحط املهم الكامل في دولان. نرجع تاني للمعركة اللي ولعت لاقصى درجة، والشيطان بيهجم بهجمات متتالية، ولكن ولا واحدة بتأثر في دولان. الشيطان بيوصل لمرحلة بيجمع فيها كل قوته لهجوم ضخم جدا، ولكن دولان بيرد بهجوم اقوى منه، بيهز المكان كله لدرجة ان شياطين تانيين بتحس بيه. الشيطان بقى لسه ما ماتش وبيهجم من ورا، ولكن دولان بيلف بسرعة وبيقطع دراعه في ثانية. بيحاول يهجم بالسيف التاني، ولكن بوم دراعه التاني بيحصله. بيجيب السيف التالت، دراعه التالت برضه بيتقطع. بيصرخ ان هو لسه ما خسرش، عايز يكمل القتال، ولكن دولان بيلوح بسيفه وبيقسمه لنصين.
مرتين. ايوه هي ديت قوه التنين ولسه مش كلها. الشيطان بعدها بيبص له هو بيموت وبيقول له قوتي ما كانتش كفايه. دولان بيرد عليه بهدوء ولكن روحك القتاليه كانت عظيمه. الشيطان بيدمع وبيقول له انه ده شرف ليا. بيبدا يختفي. بعدها بطلنا بيقف بشموخ بعد المعركه اللي انتصر فيها، ولكن بنشوف ان في شيطانه كانت بتراقب الوضع من بعيد، مبسوطه جدا انها شافته. بتقول انها كانت متاكده انه مش هيختفي للابد، كل اللي عليه يعمله ان هو بس يستناني. بره البوابة الكل بيرفع سلاحه لما بيشوفوا حد خارج، ولكن ده بيكون دولان. سيلينا بتجري عليه وبتحضنه وبتطمن ان هو بخير. بعدها بيدمروا البوابة واخيرا انتهى الشر، انتصرت الغابة. في الليل بقى وقت الاحتفال الكل بيضحك وبيغني وبيرقصوا. دولان فجأة بقى بيكون قاعد لوحده وفجأة بيسمع صوت غناء جاي من الغابة. بيمشي ورا الصوت بيلاقي كريستينا قاعدة بتغني اغنية كده بتحكي عن ابطال هزموا تنين شرير بمساعدة التنين الابيض العتيق. بعد ما بتخلص دولان بيسقف لها. بتتفاجئ ان هو كان بيسمع من بدري. بيسألها عن الأغنية ديت فبتقول له إنها متوارثة في عيلتها وللأسف مفيش ليها تكملة. بيسألها بقى عن رأيها تفتكر النهاية كانت إيه، فبتسأله إيه هي، فبيقول لها أيا كانت التنين الأبيض أكيد اعتز بصداقته مع البطل. بيبدأ بعدها يوم جديد وبيجهزوا علشان يمشوا. أوليفيا بتشكر دولان وبتسأله إذا فكر ينضم للأكاديمية، فبيرد إن هو لسه بيفكر. ديادرو بقى بتديله حبوب شفاء سحرية وبيودعوهم وبيرجعوا لقريتهم. بالليل بيوصلوا أخيرا للقرية وبيتفقوا يبلغوا رئيس القرية باللي حصل، ولكن أول لما دولان بيوصل لبيته بتحصل حاجة غريبة، حاجة بتخترق جسمه فجأة. بيقع على الأرض مغمى عليه. بس الغريب بقى إن هو صحى تاني يوم عادي، لقى نفسه على سريره وخرج يتفرج على الزرع بتاعه وكأن ما فيش حاجة حصلت. بدأ يحكي للأطفال في القرية حكاية قديمة جدا، حكاية عن التنين المؤسس، أصل كل التنانين، اللي كان أول تنين ظهر على الأرض وكان عايش لوحده. ومع الوقت ظهر الجبابرة اللي بدأوا يعيشوا سوا، فحس التنين بالغيرة والوحدة وقرر يقسم جسمه لأجزاء، وكل جزء طلع منه تنين مستقل. من الديل جه التنين المدمر، ومن الجناح جه السريع، ومن العين جه العالم، ومن الأنياب جه الثاقب، ومن الأطراف جه واحد اسمه ليفاسين، ومن الراس بيجي الحر، وفي الآخر من القلب والروح اتولد التنين العتيق اللي حكمهم كلهم، واللي اتضح ان هو دولان نفسه في حياته السابقة. الأطفال بقى كانوا مبسوطين بالحكاية، حتى ديادرو وكريستينا كانوا واقفين بيسمعوا. فيونا الإلف قالت له ان حكايته ديت كانت حقيقة كأنها ذكريات عاشتها. وبعد كده بنبدأ نشوف ان القرية بدأت تتحسن، والإلف وسكان الغابة اتدخلوا في علاقات تجارية مع البشر. بقى في ازدهار ودولان بقى ليه معجبين وكانوا بيحبوه. وبعد الغدا سيلين قالت لدولان انها عايزاه يطلع معاهم رحلة صيد مع القائد دالان، فوافق. وفي الطريق قالت له انه قدامهم وكر للدببة المدرعة، وفعلا راحت سيلين هجمت واستدعت التعبان بتاعها، طلعت الدببة من الوكر، ووقتها القائد والجنود راحوا يهجموا عليهم من غير رحمة. حتى الدب الصغير اللي كان بيبص عليهم بخوف كانوا ناويين يقتلوه، ولكن دولان وقفهم وقال لهم ان الحيوانات ديت ما اذتهمش وانهم كانوا راجعين لوكرهم بسلام، ليه يقتلوهم؟ القائد اتضايق وقال له ان الدببة مفترسة، ولو اذوا حد في المدينة ما حدش هيقدر يبرر، فلازم يتقتلوا، وراح يكمل صيد. سيلينا وقتها بصت لدولان وقالت له ان الوحوش ملهاش قيمة وانه مش شرط يشغل باله بيهم، وده خلاه يتصدم من اللي سمعوا منها وحس ان في حاجة غلط. بعد كده وهو في المزرعة جات له ليلي وسألته هو بيعمل ايه، فقال لها ان هو بيطمن على الزرع كالعادة. استغربت وسألته ليه بتهتم بالزرع، هو اصلا يعني هيغادر القرية. اتفاجئ وسألها مين قال كده، قالت له ان في اجتماع النهاردة واهل القرية قرروا انهم هيسيبوا المكان ده ويدوروا على حتة تانية لانهم مش شايفين اي مستقبل هنا. دولان اتصدم، جرى على الاجتماع سألهم اذا كان الكلام ده حقيقي، فرد عليه القائد وقال له ان القرية وصلت لاخرها، لازم يدوروا على فرصة تانية. وكل الناس بصوا له نظرات غريبة وقالوا له ان هو ما يعرفش حاجة ويفضل يسكت. كان بيبص حواليه كده وكلهم مش حاسين بيه. سأل نفسه قال هو انا الوحيد اللي حبيت القرية ولا ايه؟ تاني يوم الناس بدأت تمشي واحد ورا التاني، حتى الجدة ماجورو سابت القرية، بس دولان قرر يفضل. لكن هيلتون قال لابوه ان هو مش هيمشي. امه بقى حضنته وقالت له انها واثقة ان هو هيكون بخير لانه مش عادي. دولان ساعتها استغرب. بعد شوية جات له كريستينا وقالت له ان هو غبي لانه هيقعد لوحده. استغرب دولان من طريقة كلامها ليه. راح بعدها عند بيت سيلينا لقاها لسه هناك بتطبخ. قعدوا ياكلوا ولكن فجأة انفجار كبير حصل جاي من ناحية بيته. جرى بسرعة ولما وصل لقى البيت كله مولع. كريستينا واقفة بالنار في ايديها، هي واهل القرية اللي فاضلين كانوا بيولعوا في البيت. قالت له بما انك متمسك بالبيت خلاص ما عادش ليك حاجة هنا. وكانت رايحة بعدها تحرق الزرع. دولان حاول يمنعها. سألهم هو ايه اللي بيحصل. بص على سيلينا لقاها مجهزة شنطتها، كانت ناوية هي كمان تمشي. صرخ وقال لهم ما يمشوش، ولكن كريستينا قالت له ان هو لازم يفهم ما حدش عايز يعيش معاه، وان تمثيله ان هو بشري ضعيف والكل خلاص عرف حقيقته، وان الكائنات اللي زيه ملهاش مكان ما بين البشر. وقتها دولان انهار وقع في الظلام وسمع صوت بيكلمه بيقول له انه ده كله كان وهم وحتى عيلته ما حبتوش، وانه كان عايز يعيش حياة بشر ولكن نسى ان عمرهم ما هيقبلوه. فتح عينه لقى نفسه واقف في مكان غريب، واقف في هيئة
هيئته الحقيقية، اتأكد ان كل اللي فات كان حلم. من وقت ما اتقتل واتولد تاني سمع صوت بنت بتقوله ان هو مش بشري وان هو حامل بشر ولازم يرجع لهويته. ولكن فجأة صوت تاني قطع كلامهم، كانت سيلينا دخلت عليهم هنا. الغريب انها عرفت دولان وهو في هيئة التنين. صاحبة الصوت اتفاجئت وقالت لها انت ازاي دخلت مجالي؟ دولان سألها اذا كانت فعلا عرفته، فبدأت تفتكره وتحكي له عن نفسه. قالت له ان هو دولان من قرية فيرون. مد ايده ليها ورفعها، قال لها شكرا على كل حاجة. بدأت تحس بالنعاس، فقال لها دولان انها تصحى لما الصبح يجي، وبعدها اختفت. رجع دولان يبص على الصوت تاني وقال لها انا عارفك، انا عارف انك هنا واحدة من اقوى الجبابرة الساقطين والد اعدائي، حاكمة الدمار كلافيس. وبتظهر وبتقول له بقالي مدة ما شفتكاش يا صديقي القديم. دولان بقى هو واقف قدام كلافيس بيقول لها ان اللي شافه كان كابوس مرعب، لكن هي بتبتسم بسخرية وبترد عليه وبتقول له تستاهل، لانه حاول يهرب من حقيقته واستخدم البطل علشان يعيش حياة هادية وسط البشر ويسيب كل حاجة وراه. دولان بيعترف بكلامها وبيقول لها ان عندها حق، ولكن في نفس الوقت بيقول ان حياة البشر علمته حاجات كتيرة، علمته انه كان ضعيف وان ما كانش عنده عزيمة حقيقية، لكن دلوقتي هو عارف الطريق ومهما واجه من صعوبات فهو ناوي يكمل حياته الجديدة بحلوها او بمرها. كلافيس بتقوله ما ينساش ان وجودها هنا مش زيارة، دي جاية علشان تقتله. بتبدأ تستدعي التنين الاسود اللي كان واحد من اكتر الكائنات اللي بيكرهها دولان، لكن المفاجأة ان التنين ده اول لما بيظهر دولان بينهيه بضربة واحدة بس. كلافيس بتبصله بصدمة وبتبدأ تعيط وبتقوله ان المفروض بعد ما اتولد من جديد يكون اضعف، ولكن دولان بكل هدوء بيرد عليها وبيقول لها ان قوته لسه معاها، بس في الحياة ديت لو مات واتولد من تاني اكيد هتتدهور. فبتقول له هل الجبابرة فعلا حطوا عليك لعنة الاستنساخ؟ فبيقول لها ايوه، وكل مرة هرجع فيها للحياة روحي هتضعف اكتر لحد لما تختفي. فبيبان كده انها متضايقة وبيقول لها ان هو كان فاكر ان الخبر ده يعني هيفرحها. فبتقول له انها بالرغم من كل حاجة كانت بتعتبره صديقها العزيز، ودولان بيرد عليها بنفس الاحساس وبيقول لها ان هو كمان كان شايفها صديقته رغم كل العداوة اللي ما بينهم. كلافيس بتبتسم وبتودعه وبتقول له انها هتمشي مؤقتا. الحلم كله بيبدأ ينهار، دولان بيصحى على سريره، كل حاجة رجعت لطبيعتها. سيلينا بتدخل عليه بيسألها سؤال غريب، لو قابلت دب مدرع هتعملي ايه؟ فبترد وبتقول انها تستخدم عينيها الملعونة وتخليه يرجع لوكره من تاني. فبيضحك وبيرتاح وبيطمن ان هو رجع من تاني. بعدها بيروح مع سيلينا لكريستينا وبيقول لهم ان هو قرر ينضم للأكاديمية السحرية، ولما بيسألوه عن السبب فبيحكي لهم عن الكابوس اللي شافه عن قرية فيرون ونهايتها، وازاي الحلم ده خلاه يدرك ان هو بيحب قريته وعاوز يحميها. كريستينا بقى بتمدحه على قراره وبتقول له ان هو قرار حكيم، اما سيلينا فكل اللي شاغل بالها ان هو هيسيبها وهيمشي. بعد كده بنلاقيه جهز حاجته وبيسيب القرية بعد ما ودع الكل. بيوصل للأكاديمية بيمتحن امتحان القبول، وهنا المفاجأة زعيم كلافيس ما سابتهوش، لسه معاه بس مختفية ومحدش شايفها غيره. بيجي المعلم بقى ياخد منه الامتحان وبيبلغه ان تاني يوم هيكون في امتحان عملي. نرجع بقى للغابة وبنشوف فرقة الصيد ماشية وسيلينا معاهم، واضح عليها الحزن. ولما القائد بينبهها انها تركز لو ظهر وحش بتسرح وبتتخيل هجوم، بتستخدم تعويذة التعبان وكانت خلاص هتأذي زميلها بالغلط، فبتعتذر وهي مش مركزة وواضح انها محبطة من ساعة ما دولان مشى. بيجي الليل بقى وبنشوفها راجعة بيتها وقاعدة لسه بتفكر، بتسأل نفسها ليه زعلانة كده علشان هو مشى. وهنا بتكتشف الحقيقة وانها فعلا بتحب دولان، كان نفسها تروح معاه لكنها عارفة انها لمية والناس في الأكاديمية مش هيتقبلوها. بتجهز حاجتها وبتقرر تسيب القرية وبتقول انها حابة فيرون جدا. في نفس الوقت ده في الأكاديمية دولان بيقابل بنزل اللي بيقول له ان هو سمع ان هو خلص الامتحان الكتابي بسرعة، وبيقول له ان هو مش قادر يستنى يشوفه طالب في الأكاديمية. دولان بيبتسم كده وبيقول له انا عايز اسألك عن حاجة مهمة. وفي اللحظة ديت بنرجع للقرية وبنلاقي دولان راجع بيروح بيت سيلينا وبيخبط ومفيش رد. بيدخل بيلاقي البيت فاضي وفي جوابين، واحد لأهل القرية والتاني لدولان. وفي الجواب سيلينا بتعتذر عن مشيها من غير ما تودع حد، وبتقول انها شافت دولان بيتقدم وده شجعها هي كمان تكمل رحلتها، وبتشكرهم على حبهم واستقبالهم ليها وبعدين بتمشي. دولان بقى اول لما بيقرأ الجواب بيطير على طول بهيئته التنينية بيحاول يلحقها. سيلينا في الوقت ده كانت قاعدة بتستريح في الغابة وبتحس بظل تنين فوقها، بتتوتر بتفتكر ان ده شيطان او تنين من اللي سمعت عنهم من دولان، لكن بتتفاجئ لما بتلاقيه هو شخصيا قدامها بينده عليها. بتخاف وتصرخ، بس بعدها بنلاقيهم ماشيين مع بعض لحد لما بيوصلوا لنفس المكان اللي اتقابلوا فيه اول مرة، وكان المنظر خرافي. بيبدأ دولان يعتذر لها لانه قرر يروح الأكاديمية من غير ما يناقشها، وهي كمان بتعتذر لانها سابت القرية فجأة. وهنا بيفاجئها وبيقول لها ان هو سأل في الأكاديمية لو ينفع الطلاب يجيبوا الوحوش بتوعهم معاهم، وبالفعل وافقوا بس بشرط واحد انهم يعملوا عقد سحري يربطهم ببعض. سيلينا من جواها كانت مبسوطة جدا، لكن فجأة بتصرخ وبتقول انها مش هتروح لان اللمية مرفوضين وسط البشر وانها تكون عائق في طريقه. وفجأة بتقع في البحيرة بس دولان بينط وراها وبيمسكها وبيقول ان كل ده مش مهم، همه الوحيد انها تفضل معاه. البنت بتحضنه
بتعيط وبتقول له انها فعلا عايزه تكون جنبه. بعد كده بنشوف دينزل جاب خطاب القبول لسيلينا، وكده رسميا بقت تقدر تروح مع دولان. الجده مغوره بتبدا تعمل لهم العقد اللي هيربطهم ببعض، وبقى رسميا سيلينا هي الوحش الخاص بدولان. بيجي وقت الوداع، ودولان وسيلينا وكريستينا بيستعدوا للسفر للاكاديميه وبيودعوا اهل القريه. وفي العربه الكل مستعد وبيبدا مرحله جديده من حياته. دولان بيبص لسيلينا كده وبيقول لها لما نخلص المرحله ديت انا عايز اروح معاكي نزور قريتك، وشكله كده اعجب بيها هو كمان. المهم لحد هنا بيخلص الانمي بتاعنا. لو عجبتك القصه اكتب لي في التعليقات، هو ما تنساش اللايك والاشتراك يا عم، ويلا سلام سلام سلام.